السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة وسعادة. نصحبكم معا في حلقة جديدة من برنامج أبعاد الحياة على راديو صوت الجيل. مش عارف صراحة أبدأ منين، لكن الموضوع صعب جدا. يعني مش عارف إزاي عملوه، إزاي خدوا قرار بلا تفكير ولا أي حاجة. صندوق النقد الدولي ضاغط على مصر، فمصر بتنفذ وخلاص. للأسف الشديد قرار يعني أصاب الناس بالإحباط باليأس، قرار يعني سيء جدا، وهو زيادة أسعار المحروقات. نهاية الأسبوع الماضي الحكومة زودت أسعار البنزين، جميع أنواع البنزين. طيب الناس تعمل إيه؟ المجتمع يعمل إيه؟ الشعب يعمل إيه؟ الناس الفقراء تعمل إيه؟ قبل ما نتكلم على الناس أو نتكلم على الآثار السلبية على الناس، لازم نعرف الأول إن في اتنين خرجوا علينا ما شاء الله بتصريحات محبطة وتصريحات يعني لا تليق بهم. الأول تصريح وزير المالية محمد معيط، بيقول إن مصر ضمن 3 دول في العالم أقل أسعارا للمحروقات. طلع علينا بردك الأمين العام جامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط بيقول إن إنجلترا وأمريكا أعلى أسعار في العالم في كل حاجة. السندوتش في أمريكا ب$15، السندوتش في إنجلترا بكذا، في مصر ب15 جنيه. طيب ساعدتكم قبل ما تقيس أسعار المحروقات على مستوى 3 دول العالم، على مستوى العالم كله بتقول إن إحنا أقل أسعار. هل حضرتك قست الكلام ده بالنسبة للمستوى الداخل للمواطن المصري؟ الراجل اللي المعاش بتاعه 1200 جنيه هيعمل إيه؟ هيركب مواصلات بإيه؟ ولاده هيركبوا مواصلات بإيه؟ هل حضرتك قست الكلام ده دكتور معيط أو دكتور أبو الغيط؟ قست الكلام دوت مرتبات تعمل إيه؟ ده في ناس بتاخد المعاشات ما بتكفيش 4-5 أيام عشان نقول أسرة تقدر تعيش بدخل محترم أو دخل حتى متوسط لا يقل عن 7000 جنيه. بعد زيادة الأسعار الأخيرة ديت بنسبة 17%، ودي كانت مرة يزيد فيها البنزين في مصر. وعلى فكرة عشان ما ننساش إن الزيادة تستمر إلى نهاية عام 2025، وليس كما صرح رئيس الوزراء وبيقول ستنتهي زيادة البنزين من نهاية هذا العام. الكلام ده مش مظبوط، وأتحدى المكان هنا إن الزيادة ستستمر كل فترة حتى نهاية عام 2025. إن صندوق النقد الدولي ضاغط علينا، وإحنا السبب بسبب القروض. مصر كانت زمان دولة صناعية وزراعية وتجارية، دلوقتي مصر لا هي زراعية ولا صناعية ولا حتى تجارية. مصر شغالة بس في القروض والشحاتة وخلاص. طيب ايه الآثار السلبية ديت؟ زي ما قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، بيقول إن المواصلات أول حاجة تتأثر بها المواطن بعد زيادة أسعار المحروقات. طبعا ده شيء طبيعي، ما هو البنزين غلي، الراجل هيروح ينور العربية بتاعته عشان ينقل المواطن من هنا لهنا ومن هنا لهنا، وعشان ينقل الخضروات من هنا لهنا، وعشان ينقل كذا من هنا لهنا، وعشان كذا من هنا لهنا، هيزيد عليه البنزين، فبالتالي لازم يزود الأجرة، فبالتالي المواطن سيتأثر. تخيل راجل عنده 4 أولاد، رب أسرة عنده 4 أولاد، خارج الصبح رايحين المدرسة، 4 في 7 ب28 جنيه مواصلات ذهاب، وهو مراته يعني 4 يعني 7 في 6 ب 32 جنيه الصبح و32 جنيه آخر اليوم، هنقول 60 جنيه، يعني 1800 جنيه مواصلات في الشهر بس.
والمعيش بتاعه 1200 جنيه. ازاي؟ يعني نسبة الدخل عنده أقل بكتير جدا جدا من فقط بند المواصلات. بند المواصلات فقط 1800 جنيه وهو دخله 1200 جنيه. هجيب فطار بإيه؟ وهجيب غدا بإيه وعشاء بإيه؟ هياكل إزاي ويشرب إزاي؟ هيجيب لأولاده أدوات مدرسية إزاي؟ هيودي إزاي ولاده دروس؟ للأسف الشديد ما زال المدرسين ضاغطين على الطلبة لازم ياخدوا دروس خصوصية، ولو ما خدش هيسقط في المادة طبعا آخر السنة. الناس تعمل إيه؟ يا يشتغلوا حرامية، لا يشردوا جنوب، لا ينصبوا على الناس، لا يدوروا، خلاص ستنتهي الأخلاق. زيادة الأسعار المرة دي ستنهي الأخلاق. الناس هتضطر تعمل حاجة غلط عشان تقدر تصرف على أولادها وتصرف على نفسها. يعني احنا عايزين الأول قبل ما ندرس ونطلع بقرار كده عفواني كده زيادة الأسعار، طب ما تشوف الناس تاكل وتشرب إيه؟ شوف الناس هتتصرف إزاي؟ الناس هتصرف إيه؟ يا معالي الوزير، سعادتك قاعد في البرج العالي والمواطنين قاعدين على الحصيرة عشان ياكلوا ويشربوا. أنت سعادتك بتاكل إيه؟ يعني عايزين نسأل بس معالي الوزراء وأعضاء مجلس النواب اللي ساكتين على القرارات دي. أين أعضاء مجلس النواب؟ أعضاء مجلس النواب ليه ما اعترضوش على قرار زيادة الأسعار؟ أنتم نواب الشعب، رسالة للنواب، أنتم نواب الشعب وليس نواب الحكومة. أنتم من الأصل ضد الحكومة، ضد أي قرار خاطئ. أنتم اللي بتدافعوا عن الشعب. النواب بيدافعوا عن الشعب مش ضد الشعب. اللي شافوا صراحة إن النواب ضد الشعب لما وقفوا على قرارات زي ديت. آسف يعني أنا مش قاعد في مجلس النواب نايم عشان أصحى وأتكلم مع اللي جنبي وآخد بعضي وباخد الشنطة وأقوم مروح. أنا قاعد عشان قرار نزل، وأجيب وزير المالية وأجيب وزير البترول وأجيب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. سعادتك طلعت القرار ده بدون ما ترجع لنا ليه؟ حضرتك ليه ما ناقشناش في القرارات ديت؟ الناس هتجيب فلوس منين؟ الناس هتاكل منين وتشرب منين؟ ونناقشهم. أعضاء مجلس النواب المفروض يتحركوا. المفروض هم اللي يدافعوا عننا مش هم اللي ضدنا. الناس انتخبتكم ليه؟ الناس انتخبت أعضاء مجلس النواب علشان يجيبوا لهم حقوقهم، عشان يوقفوا قدام أي قرار ضد مصالحهم. مش يسقفوا. مش مجلس تسقيف، مش مجلس فوق. شوفوا البرلمانات في العالم كلها بتعمل ايه، اي برلمان في العالم بيعملوا ايه اعضاء البرلمان. الناس تعبت وجريت وراكم وانتخبتكم علشان ايه؟ علشان تدافعوا عن حقوقهم. فلو سمحتم يا سادة النواب بعد اذن حضراتكم تصدوا تلك القرارات الغير مدروسة. الناس هتشحت، الناس هتشرب جيوب، الناس مش عارفة تعمل ايه. يعني بصراحة يعني للأسف الشديد احنا وصلنا لمرحلة سيئة جدا، وهنستمر إذا مجلس النواب ما تصداش لقرارات الحكومة بزيادة أسعار المحروقات مرة تانية. عايزين المواطن ياكل ويشرب تاني مبسوط زي زمان. حضراتكم لو سمحتم احنا بنناشد أعضاء مجلس البرلمان يتبنوا مشروع زيادة المعاشات إلى 6000 جنيه أسوة بالعاملين بالدولة. ده حقهم. فلوس أصحاب المعاشات لدى الهيئة العامة للمعاشات تريليون و300 مليار جنيه. فلوسهم مفيش حاجة من الحكومة. بدون حقهم على الأقل دافعوا عنهم. اصدروا قرار بزيادة المعاش أسوة بالعاملين بالدولة. وهو ده قرار الحكومة. فلو سمحتم اصدروا قرار بزيادة المعاشات إلى 6000 جنيه أسوة بالعاملين بالدولة. شكرا جزيلا. كان معكم دكتور مجدي الناظر. انتظرونا الأحد القادم 7 مساء على راديو صوت الجيل. شكرا جزيلا.